امبارح في تصفيات كأس العالم المنتخب ابتدى المشوار بهزيمة أو بفوز تاريخي أو بفوز ولا أروع. 6 أهداف، سوبر هاتريك لمحمد صلاح، هدف لمصطفى محمد. اللعيبة كلها بشكل عام زي ما اتكلمنا امبارح أدت بشكل فردي وبشكل جماعي كويس ومبشر ومطمئن. اللي ما كانش تمام أو ما كانش مظبوط أو ما كانش في السكة الصح اللي حصل بعد المباراة امبارح. فيتوريا نفسه أعلن إن في مشكلة انضباطية في لعيبة في المنتخب، في عدد من اللعيبة اللي هم إمام وحسين الشحات وطارق حامد. في مشكلة انضباطية، اللعيبة خرجت عن زي ما بيقولوا البروتوكول بتاع المنتخب، أو خرجت عن السكة الصح يعني. فالتفاصيل أكتر إن اللعيبة ما اتمرنتش بشكل كويس بعد المباراة. بيبقى معروف إن اللعيبة اللي ما بتشاركش أساسي أو ما بتشاركش في المباراة بتتمرن بعد المباراة. فحصل إن اللعيبة دي يعني بتبين لفيتوريا إن إحنا هو متضايقين وإحنا غضبانين واحنا زعلانين، بغض النظر عن ان اللعيبه نفسها بيبقى عندها مشكله شويه في حته عدم المشاركه. هنروح بعيد ليه؟ حتى احمد زيزو نفسه اللي كان بيلعب اساسي امبارح، اللي هو اصلا المفروض انه بيلعب على حساب امام عاشور او اي واحد فيهم هو اللي بيلعب في المركز ده. احمد زيزو نفسه امبارح بعد المباراه كان باين على وشه ان هو متضايق ان هو ما جابش جول. 6 اهداف في مباراه طويله عريضه انا ما جبتش فيها جول، فكان باين جدا ان هو متضايق. مصطفى محمد نفسه اللي بمجرد ما جاب الجون من هنا فيتوريا طلعه ليه؟ لان فيتوريا عارف اهميه ان اللعيب اللي موجود عايز يجيب جون، واهميه ان اللعيب اللي موجود بره هو نفسه ينزل ونفسه يشارك. فاذا موضوع ان المدير الفني يبقى متفاهم حاجه زي كده، اكيد هو متفاهم حاجه زي كده. لكن انك تخرج عن النص، وخصوصا ان انا شفت امام عاشور، طارق مصطفى فضل يتكلم معاه بعد المباراه ولا ما تزعلش وما تغضبش ومفيش مشكله وانزل واتمرن. فكون ان اللعيب يخرج عن الحاله الانضباطيه فده هتبقى مشكله للمنتخب نفسه، للفرقه، للعيب نفسه. الدنيا او الامور بعد كده مش هتبقى في افضل حال. كل ده احنا متفقين عليه تماما، اهلاوي قبل زملكاوي. فاذا اللي عمله فيتوريا صح جدا، وتوقيته في رايي لو انت بتقيم مدير فني، لا توقيته في رايي مهم جدا ومفيد جدا، وخصوصا ان انت دلوقتي مفيش عليك اي ضغوط. انت دلوقتي في حاله او في مركز قوه، ان انت كسبان، ان انت اللعيبه بتاعتك ماديه، ان انت قدام الناس راجل تمام، مدير فني كويس. فاذا اي قرار بتاخده دلوقتي، وشيل اصلا كل الكلام ده على جنب. اصلا لو انت بتاخد قرار انضباطي محدش يقدر يتكلم معاك، فتمام. لكن كل ده تمام. شوف انا بقول لك انا اهلاوي وجاي معاك سكه، واقول لك كل ده صح وكل ده في السليم. قصتي وموضوعي كله فيما يخص امام هو جمهور الزمالك. امام لك ان تتخيل ان هو اصلا من غير ما يثير اي مشاكل، من غير ما يبقى عليه اي حاجه، من غير ما يبقى في اي موضوع، هم مترصدين له على طول الوقت مع النادي الاهلي. امام عاشور فين؟ امام عاشور قال ايه؟ امام عاشور ما عملش ايه؟ طب ما قالش ليه؟ طب ما تصورش ليه؟ طب ما طلعش مع اللعيبه اللي اتصورت بالدوري ليه؟ ولما يطلع معاهم انت عبيط يا ابني، انت متصور بالدوري اللي انت اصلا خسرانه مع الزمالك. هو طول الوقت كده. حتى لما طلع اتصاب اللي يطلع يقول لك احسن، واللي يقول لك مش عارف، والشماته والكلام اللي حصل ده كله. في دلوقتي في سكة وفي قصة ان انت اهو، انت فين يا عم اهلي؟ انت مش قلت ان انت هتجيبوا الراجل وهتقومه وهتعلمه اصول التربية والتعليم والدنيا دي كلها؟ طب فين؟ ما هو فين بقى القيم وفين الاخلاق؟ الموضوع ببساطة ولا هو قيم ولا هو اخلاق ولا هو الموضوع ببساطة وما فيه ان النادي الاهلي مش جايب لعيب علشان خاطر يعلمه المثالية او يخليه مثالي. بمعنى اصح، انا جايب مدير كورة سواء في المنتخب او في النادي ليه؟ ما هو علشان حاجات زي كده لما تحصل. طب انا بحط في اللائحه حاجات زي كده ليه؟ سواء غرامه ماليه، سواء عدم مشاركه، سواء ايقاف، سواء استبعاد، سواء كذا. مش كل ده قرارات انضباطيه موجوده في اللائحه؟ لو انا اللعيب اللي بغلط بقطع رقبته وبقول قيم واخلاق، طب انا عامل لائحه ليه؟ ما هو يعني انت لعيب غلطت خلاص امشيك تاني يوم. طالما هو الغلط كل واحد يا ابيض يا اسود، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها يا ابيض يا اسود. في حاجه اسمها ان انت لعيب ليك وعليك، وفي حاجه اسمها ان انت غلطت تتحمل نتيجه غلطك، بس الغلط يبقى مساوي على قدر العقوبه بتاعتك. هي ان انا اقومك انت كامام او كحسين او كطارق دلوقتي انت في اللي جاي، لا انت تبقى عامل حساب للراجل دوت، انت هتبقى خايف من قراراته. فده الموضوع هما فيه بكل بساطة. أي زيطان أو أي شياط تاني أنا مش شايف إنه له لازمة. أو يا جماعة نكبر شوية، ده المنتخب يعني المفروض إن إحنا بنقول بلا تعصب بلا بتاع. طب ما تكبر يا عم، شغل دماغك. أنت بتتكلم في إيه؟ طب ما ده المنتخب. اركن لي أهلي واركن لي زمالك دلوقتي. وأنا يعني ما كنتش عايز أحمد سيد زيزو امبارح يجيب جون كأهلاوي؟ ما يجيب، ما أنا نفسي يجيب جون ونفسه يكسبني.
ونفسي يبقى عامل مع صلاح ماتش كويس، لا عامل مع تريزيجيه، لا عامل ربط. امبارح على الهامش كده قلت بس لو امام لعب اكيد كان هيبقى فارق فنيا، ولكن تمام احنا مع اللي بيلعب. ما تكبروا دماغكم يا اخوانا شويه، انت اهلاوي ايه وزملكاوي ايه ونيلة ايه؟ ما تكبر، اكبر يا عم واتفرج على الكوره للكوره، اتكلم في الصح للصح. انت بتزيط ليه وبتهري ليه وبتاع؟ افصل خالص، امام اهلاوي امام زملكاوي، ما تفصل الدنيا دي كلها عن بعض، اتكلم في الصح. ليكوا عليكوا بما يرضي الله.